فالحاصل انا اريد اقول ابو علي، بلي. يعني انت هذه اللغه انت مسيطر عليها وقادر على الابداع في كتابتها، مو بس كتابتها، الابداع في كتابتها، اكتبها اسرع من ولكن انت عن قصد حاولت ولا تنسى بعد البدير يعني الفرات الاوسط. اي فعلا. اي هذه تاثر. لا هو تاثر اكيد يعني. انا والدي بس ولادتك كاظميه. ها ولادتي كاظميه بس الاصل بديري شرهاني هم. من اي محافظه؟ يعني احنا العبره عندنا عبره ال بدير. اي ان شاء الله كلك خير وبركه. الله يخليك. الله يحفظك ابو علي. ديوانيه يعني قصد. ديوانيه اي بلي. بس عندنا هوايه تقريبا ربع ال بدير بالنجف، حتى مراجع الشيخ جعفر البدير الله يرحمه اللي يخصنا من الاجداد. فيعني لا الحمد لله موجودين في الفرات يعني بشكل خاص كعائله هم ما شاء الله عائله يعني مثقفه يعني. الشيخ عبد الستار اخوك الاكبر يعني من الشعراء، من استاذي هو استاذي، واخوك الاصغر دكتور عادل ايضا من الشعراء. ما فد يوم صارت بيناتكم مطارده شعريه مثلا؟ اي والله مره بال81 قاعدين بطهران، طبعا احنا ما ملتقين ثلاثتنا سوا الا بعد السقوط. سبحان يعني الله. 23 سنه احنا ما ملتقين، كل واحد بدوله كل واحد بدوله يعني. بس التقينا بال81 بطهران. كتبنا حائيه كل واحد بيت. كانت عندي له فترة قصيرة بس ما أدري التنقلات والكذا. قصيدة حلوة كانت. مطاردة بيناتكم؟ لا كل واحد يكتب بيت. كل واحد يكتب بيت. أي قصيدة كاملة. يعني البيت الأول كتبه الشيخ الله يحفظه، والثاني أنا الله يحفظني. إيه الله يحفظك. دكتور عادل الله يحفظه. الله يحفظك حبيبي.